حج بركل من سوريا، بلدي تخربت، زوجتي ماتت، الطيارة ضربت بيتي وسيارتي انحرقت، ومرتي دامت بضمن البيت، هجت فيها الطيارة هدمت البيت بأكملها. نحن طلعنا من تركيا على أساس نجي على أوروبا، ركبونا بالسفينة بالبحر 3 مرات بالبحر بدنا نغرق. العائلة كلها كتر ما أنا أدعي لله، قل يا الله يا الله نحن عبادك يا الله، استرنا يا الله. والحمد لله بإذن الله تعالى تيسرنا وجينا على يونان. باليونان حطونا بالباخرة، سرقوا مني 1000 يورو، 200 دولار، 200 ليرة تركي مع هوية الشخصية السورية معي. ما تم عندي ولا ورقة سوري معي ولا مليم معي. تبهدلت 5 أيام بركة بقتنا. الشباب جمعوا لي تجميع لحتى وصلت لهون، وهون كمان شباب عم بيجمعوا لي مشان يوصلوني لعند اولادي. 20 يوم ماني خسلان ثيابي انا، تبهدلت هون يا اخي. شو هذا؟ شو هالاطفال شو بدي اعمل فيهم؟ لا في غسيل ولا في اكل ولا في شرب ولا في اي شيء من الاشياء. شو بدي اعمل انا؟ تبهدلنا بشكل كامل. وجبة هذا وجبتهم، هذا وجبتهم اللي نحن نعيش فيها. هذا وجبة، هذا وجبة 24 ساعة. سندويش الماء إذا حتى في تمك ما بيشبعك. هذا مو عمل، هذا مو عمل إنساني. نحن هربانين من حرب وجينا على السجن. أول اللي الله ضربنا بكفينا. هلكنا يا أخي والله هلكنا. وأنا ختيار عمري 75 سنة عايش هون. شو بدي أعمل؟ ليش ما عم بتدشروني؟ ليش ما بتدشروني؟ نحن هون مساجين. قولوا خيو انتم معدومين اعدام، مسجونين هون حتى يمسكونا هون. ليش؟ شو السبب؟ والله نحن لو عرفانين انه هيك باوروبا بده يسجنونا ما كنا جينا من بلدنا. وطن غالي، غالي وطن، التراب غالي، التراب غالي.